نتمنى إذا يكون قريبا هو قيادة المنخرطين ديال الفريق، لأن الجميع نسكر جميع الاتصالاتنا غنسكر على مثل المواقع على في المنخرطين، ولكن نتأسف ل10 المنخرطين ديال الفريق اللي كان عندهم هو من المشاريع اللي سيد عدد البشر. نتمنى مستقبلا إن شاء الله للفريق ولدينا الفريق اللي يقدروا ديال المنخرطين اللي كاين غيورين ديال الفريق ثورة تستور الفريق وريها ما الفريق عنده هو، لأن كلشي يحتاجها باش تيدعو هي الميزانية كل باش تسير سمعت زين اكيد كاتب العام هذا السبب في الرخص من الفيكتشيرات وساتيزري نظام مسيلة التطور قاعدة الفريق ربما تجديد واللي نزين تنايكون واللي نقرن تنايكون شنو الغلاف استرداد بالنسبة للممارسين والمدرسين. نتمنى مستقبلا ان شاء الله، وانا كشخصيا ككاتب عام سابق ويخصص العمل الجيد، لانه واخا نفتى بزاف باش نكون في مرتبه مقارنه بالمستوى الجزائري، ولكن نتمنى ان شاء الله مستقبلا الدوليه ديال ان شاء الله تزيد عمل نطاق الشابه، لان بين الشيء هذه يزيد عدد الساكنه دار المسكن الدوليه اللي غنلقى بزاف جميع اللاعبين من جميع الفئات. غتلقى مثل اللاعبين تسيبوت، ولكن الشهادات باش يجي براز يو براز يصلح وين يظن ربما يانور تيرجم يانور يصلح الممارسه ميكس تكون ديموكراسيين الملاعب هو اللي قال العائق الاكبر الفريق الاولمبيك تشيرا الفريق الثاني اللي تشيرا، لان الملاعب باش نعمل مثلا تشيرا لان عنصر على الفريق الاولمبيك تشيرا يستعد على كل شيء غير هذا الموسم ان شاء الله يزيد دعم مبين. انا نشكر بالمناسبه رئيس مجلس البلديه الوالي مازال كيكيوين المساله لما بقى مفتوح مثلا الملاعب وغادي يكون كلشي الثمن، لان لا يعقد باش تكون الملعب كتحصص مثلا 2040 درهم في حصات بالساعه ونص، هذه ميزانيه مهمه. نتمنى مثلا المسؤولين الشارع بدا هدفين الحل لبراز المشاهدين مثلا من الشارع الصوت اللي ولا سيما غير الفريق اللي عنده قوه اي لا سيد العدد بالفروق ديك اللاعبين لا الصغار لا الفريق الجيال الفريق لازون غير دي سبور لاعبين خصهم نكونوا مع المسؤولين ان شاء الله باش ان شاء الله السنه مزيان ان شاء الله. اذا سبب من مريض الجماعات ديال الفريق الاولمبيك تشيرا انتهى باعاده انتخاب سياده الله رئيس جديد لولايه جديده بصفتك الكاتب العام السابق، شنو هي الاجواء اللي داز فيها الاشغال ديال الجماعه؟ بالنسبه للجامعه داز واحد الجو اللي هو رياضي، ولكن ما كنبغيش انا باش ندوز هذه الجامعه اليوم فيكون جامعه عام خص تكون فيه واحد النديه واحد النقاش يكون حار، لان لا يعقل باش 10 ديال المنخرطين باش لان الساكنه ديال الشارع كثيره. كنتمنى الحمد لله ان شاء الله باش يكثروا، لان الباب راه مفتوح ديال الفريق الاولمبيك تشيرا لجميع المنخرطين والجميع اللي بغى يسير ديال الفريق المغربي. طيب بالنسبه للكاتب العام يعني العدد ديال الرموز الاولمبيك تشيرا ربما تجاوزت هذا الموسم ديال الفريق من جميع الفئات، ولكن على مستوى النتائج انتم راضين عن النتائج اللي دارها الفريق في مختلف المنافسات؟ في الحقيقه فيما يخص الرخص السنه الحمد لله مقرن، لان سيرت مع الفريق واحد العدد ديال السنوات، يعني واخا انا ما غاديش على باقي خصنا نخدموا باش نوصلوا واحد العدد ديال الرخص، لان الى حد ان مشينا في واحد المستوى اللي هو مزيان. الاطر ديال الشباب غادي يمشيو بعيد الحمد لله ان شاء الله، اليوم اطر الشابه اللي هما ابناء الشيرا اللي كيستقبلوا اللاعبين جميع انحاء السويس ان شاء الله باش نمشيو في واحد المسار يكون مزيان ان شاء الله، لان واحد العدد ديال المقابلات اللي غادي يكونوا داخل الشيرا ولا خارج الشيرا. طيب من العواقب اللي تنتهي التقرير الادبي اللي قريتيه ما يرتبط بالبنيه التحتيه في التشيرا، ملعب واحد وكانوا ما كتبنيوش فيه ثم غياب باقي الملاعب ديال الفئات الصغرى، هذا المشكل وهذا العائق كيفاش كيشوف السي مريض التاثير ديالو على اولمبيك تشيرا؟ بطبيعه الحال تاثير كبير، لان باش التشيرا يكون فيها الفروق وجميع الفئات ديالها والفريق كيلعب في النخبه لابد باش يكون ملاعب اللي غادي تكون في المستوى، وهذا نداء لجميع المسؤولين ديال التشيرا المنتخبين والسلطات المحليه باش يديروا تفيد باش يشوفوا شي الملاعب، لان الى حد الان راه حتى الملعب اللي تطور الانجاز راه قريب للانتهاء ان شاء الله.